بما ان الايام دي بنشوف جرائم كتير جدا على السوشيال ميديا، وكمان ساعات كتيرة بيبقى فيه اخبار بالانجلش، عشان كده فكرت النهاردة ان احنا نعمل موضوعنا بيتكلم على انواع واسماء الجرائم باللغة الانجليزية. اتمنى ان انت تتابعني وتعملي لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت بتتفرج عليا لاول مرة فالقناة بتاعتي اسمها Easy English with إيمان سامي. قناة فيها بلاي ليست يعني عبارة عن مجموعة فيديوهات، في فيديوز عن المحادثات، في محادثات كتير جدا في كل الأماكن. ده لو أنت عايز تنجز في تعلم اللغة الإنجليزية فاتجه على طول على فيديوز المحادثات، ولو أنت لسه مبتدئ فاتجه على طول على فيديوز البلاي ليست بتاعة التأسيس. ولو أنت بتحب الجرامر والقواعد وعايز be perfect فأنصحك بالقواعد لأنها هتفيدك جدا، لأنها بأسهل الطرق. فما تنساش تعمل لي سبسكرايب ولايك للقناة. ويلا نبدأ يا جماعة. أول حاجة الجريمة عموما يعني crime. المجرم criminal. يرتكب جريمة commit a crime يعني يرتكب جريمة، وكوميت لوحدها يعني يرتكب، وكرايم يعني جريمة، فكوميت كرايم يعني يرتكب جريمة. ضد القانون ليها كذا طريقة ان انت تقول ده ضد القانون. فعندك تقول مثلا against the law law يا جماعة يعني قانون، وagainst يعني ضد، فagainst the law يعني ضد القانون. وليها معنى تاني break the law برضو معناها يكسر القانون أو ما يتبعش القانون، ودي حاجة برضو غير قانونية. حرامي يا جماعة يعني thief. الحرامي عموما اسمه thief. يسرق يعني rob أو steal. الكلمتين دول معناهم يسرق، بس خلي بالكم هما مختلفين جدا عن بعض، وهتعرف دلوقتي ازاي. بس بعد ما تعرف يعني ايه رابر برضو يعني حرامي. رابر بس حرامي اللي هو بيقتحم اماكن او بيسرقها. خلي بالكم يا جماعة ان انا قلت لكم من شوية ان في اختلاف ما بين راب وستيل. ايه الفرق؟ بصوا كده الاكزامبل ده. somebody stole my bag، في حد سرق شنطتي. يبقى steal وstolen بيجي وراها الشيء المسروق. امال راب بيجي وراها الاماكن، يعني بنك، بيت، something like this. a gang عصابة robbed the bank yesterday، ده مكان، فعشان كده الفعل المناسب هو robbed. الماضي بتاع rob هو robbed. a gang robbed the bank yesterday. في عصابة سرقت البنك بالأمس. الشخص اللي بيسرق منتجات من المحلات اسمه shoplifter. وعملية النوع ده من السرقة اسمه shoplifting. مقتحم بقى البيت، مقتحم مكان، مقتحم بنك يسرقه بغرض السرقة، فاسمه burglar. وعملية السرقة من النوع ده، عملية الاقتحام والسطو بالنوع ده اسمها burglary. pickpocket يعني ينشل يعني يسرق بدون ما الضحية تحس بحاجة. pickpocketing اللي هي عملية النشل، عملية السرقة من غير أما الضحية تحس. والشخص اللي بيسرق بالطريقة دي اسمه pickpocketer. يبقى pickpocket يعني ينشل، pickpocketer هو الشخص اللي بيعمل كده. لما شخص بيبقى عارف أسرار عنك وبيبتزك، هياخد منك فلوس أو ياخد منك أي حاجة هو مستفيد بيها، مقابل إن هو
يحافظ على السر ده أو يستمر في إنه ما يعلنش عنه، فهو كده بيبتزك. ويبتز يعني blackmail blackmail blackmail، ودي كلمة واحدة blackmail. الشخص اللي بيبتزك اسمه blackmailer 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 blackmailer. الشخص اللي بيطلع على طيارة أو بيطلع على قطار أو حتى أتوبيس وبيخطف الناس أو لسبب ما، أو بيسرقهم لسبب ما وبيخطف الطيارة كلها أو القطر أو الأتوبيس كله، فهو اسمه hijacker 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 hijacker. والعملية دي اسمها hijack 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 hijack. الشخص اللي بيحرق عن قصد، يعني الحريقة لما حد بيولع في بيت أو يولع في مصنع أو يولع في مبنى أو بنك أو like this، فالحريقة دي اسمها arson arson arson. والشخص المفتعل الحريقة دي اسمه arsonist arsonist arsonist. mug يعني التثبيت. عارفين لما يكون مثلا انت ماشي في شارع ويطلع لك حرامي يقولك طلع اللي معاك، فالعملية دي اسمها mugging. والشخص اللي بيعمل او الشخص اللي بيثبتك اسمه mugger. طبعا انت الفيكتيم بتاعه، يعني you are the victim، انت الضحية victim. يبقى mugger يعني الشخص اللي بيثبت الناس. الخطف يخطف يعني kidnap. الخطف يعني kidnapping. والخاطف اسمه kidnapper. يغتصب يعني rape. مغتصب يعني rapist. يقتل ليها طبعا معاني كتير. المعنى اللي انا هستخدمه النهارده جبت لكم معنيين. يقتل يعني murder او kill. القاتل يعني murderer او killer. عملية التهريب خارج البلد يعني يبقى معاه منتجات أو سلع أو أيا كان ويحاول يهربها برا البلد، فالعملية دي اسمها smuggling. والمهرب اسمه smuggler. عمليات النهب والسرقة بالطريقة دي اسمها loot أو looting. النهاب اللي هو بيسرق بالطريقة دي، الناهب اللي هو بيقعد بقى ينتهز بقى ان في ثورة، ان في حرب، ان في الكلام ده ويخش يسرق بالطريقة دي، فهو looter. تدمير او تخريب يعني حاجات عامة او ممتلكات عامة او ممتلكات خاصة، فالنوع ده من التدمير والتخريب اسمه vandalism. الشخص اللي بيعمل كده vandal. إرهابي يعني terrorist. الإرهاب نفسه terror.
terror أو terrorism terrorism terrorism. عملية اختراق الحسابات على الكمبيوتر أو يعني حساب شخصي واحد اخترقه، فهو كده بيعمل بعملية تهكير اللي هي بالإنجليش computer hacking computer hacking computer hacking، اللي هي محاولة اختراق حسابات من أجل غرض يعني غرض غير قانوني، غرض illegal يعني غير قانوني. ودي برضو هو لسه قايلها لكم illegal يعني غير قانوني. illegal parking يعني يركن في مكان غير مصرح به للركنة. illegal parking ودايما بيبقى فيه العلامة بتاعت no parking here دي. pay a fine fine هنا يا جماعة مش معناها بخير، مش معناها كويس. fine هنا معناها غرامة، يعني ما اقول pay يعني يدفع، pay a fine يعني يدفع غرامة. pay fine masked men وmasked men هما ناس مقنعين لابسين قناع من أجل إخفاء هويتهم أو من أجل إلغاء أو إخفاء وشوشهم بغرض بقى السرقة، بغرض القتل. الناس دول ساعات بيبقى armed robber بيبقوا حرامية، وكمان armed يعني مسلح، يبقى armed robber يعني حرامي مسلح. armed robber. سلاح deadly weapon. هو عموما يا جماعة سلاح يعني weapon، سواء بقى انت حطيت deadly اللي هي مميت او ما حطيتهاش، فسلاح يعني weapon. المشتبه فيه الأساسي أو الرئيسي main suspect وده كلمة main لوحدها يعني رئيسي أو أساسي، وsuspect يعني متهم، فmain suspect يعني متهم أو المشكوك فيه الأول الرئيسي. stolen goods يا جماعة يعني بضاعة مهربة أو مسروقة. stolen goods بضاعة مسروقة. stolen مسروقة وجودز بضاعة، والجودز يا جماعة ملهاش أي علاقة بكلمة جود اللي هي كويس، دي حاجة ودي حاجة. جودز على بعضها كده متفتكرش ان هي جمع، يعني هي اخرها اس، بس هي بتتعامل معاملة الجمع رغم ان هي يعني ما ينفعش تشال منها الاس اصلا. فستولن جودز يعني بضاعة مهربة. to accuse somebody يعني تتهم شخص. accuse يعني يتهم. يتهم. accuse. arrested he is arrested يعني هو مقبوض عليه. arrest يعني يقبض على شخص. arrest يعني يقبض، و arrested يعني اتقبض عليه في الماضي أو مقبوض عليه كصفة. مقبوض he يعني this man in the picture he is arrested، الراجل ده مقبوض عليه. قاضي يعني القاضي اللي بينطق بالحكم اسمه judge. ومحكمة يعني court. السجن jail أو prison. jail prison. وبكده يا جماعة نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان انا اكون فدتكم باي معلومات. اكتبولي في الكومنتس تحت انتوا محتاجين اشرح لكم ايه بالظبط، وانا هشرحه لكم وهنفذه لكم. فاتمنى ان انتوا تكتبولي رأيكم في اسفل الفيديو، تكتبولي في الكومنتس ايه رأيكم وعايزيني اعمل لكم ايه، وعجبكم الفيديو ولا لا. و thanks for watching، ومتنسوش السبسكرايب واللايك. We thank you. Bye bye.